السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي اخواتي وحبايبي. طبعا النهارده هنعمل ماسك جميل، ماسك عجيب، ماسك تفتيح هايل هايل. يعني بصوا، ماسك قنبلة، ماسك قنبلة بمعنى الكلمة. مش معنى كده ان الترمس للتسالي فقط لا غير، لكن لفوائد كتيرة. وهنطلع من الترمس ماسك جميل، وهنشوف السر في ايه اللي هنعمله. طبعا مش مجرد ان احنا بنسلقه ونعمله كنوع من انواع التسالي، لكن هو مفيد، لان الترمس المر ده بيظبط حاجات كتيرة في الجسم، بيعمل على خسسان الجسم، بيعمل على امداد الجسم بالحديد، يعني بيمد الجسم بحاجات فوائد كتيره. فطبعا احنا بنستعمله في ايام الاعياد كوصفه او كحاجه للتسالي، لكن هو ما بيكتفاش على كده. والنهارده هنطلع منه ماسك جميل، واستنوني هنشوف ايه الترمس اللي هيطلع منه ماسك جميل. طبعا احنا بنطحنه وبنعمله ماسكات، لكن النهارده مختلف. النهارده اليوم مختلف باللي احنا هنقدمه لكم، ونشوف كده مع بعض. مش بقول لكم مش الموضوع ترمس وبس، لا، ده فيه سر في المكعبات الجميله اللي احنا شايفينها مع بعض. طبعا دي حاجه وانا عاملاها في مكعبات. مكعب ده كان جاي فيه حاجات العيد، اللي هو كحك العيد. كان كل مكان كل واحده كحكايه، فقلت ليه ارميها، استغلها واستفيد منها، وعملت فيها المكعبات اللي احنا شايفينها ده. وبعد من كده هنشوف، هنركن بقى الترمس بتاع التسالي على جنب، وناخد مكعب من المكعبات دي، ونجيب كنكه فاضيه وناخد مكعب من المكعبات دي. عشان كده هقول لكم خليكم معايا، ما تستعجلوش ايه المكعب ده وايه اللي مكتوب ايه اللي فيه. ادينا مع بعض واحده واحده، وهناخده ونغليه ونغليه. بس مش هينزل في الكنكه، طب ممكن نغليه هنا، مش مشكله. اهوت هنغليه. هنشيل بقى بقيه المكعبات وندخلها الفريزر عشان ما تسحش. المكعبات هندخلها الفريزر، واحنا خدنا مكعب، وهنقول لكم ايه المكعب ده وايه السر في المكعب ده، واستنوني. خدنا المكعب، وهناخد معلقه بن كبيره وننزلها على المكعب البارد ده، او لو كان سائل برضو اهوت. وهنحطه على النار يغلي. مجرد ما يسيح ويعمل، هرجعه على الكنكه بتاعته، نحطه في الكنكه ويغلي قيمه 3 دقايق، ونشوف بعد من كده هنعمل ايه. هناخده ونرفعه على النار، في مجرد ما يسيح المكعب هنحطه في الكنكه ويغلي لمده 3 دقايق. تمام معايا لغايه كده؟ ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، حبايبي واخواتي واصدقائي. بحبكم وبحب تعليقاتكم الجميله اللي دايما بتحفزني ان انا استمر واكون معاكم. بحبكم في الله، بحبكم في الله. طبعا بعد ما غلى 3 دقايق، هنحاول ان احنا نصفيه بشاشه، او نحاول ان احنا نسيبه يركز، وناخد الوش الميه بتاعته. خلاص اهوت، قيمه معلقتين او 3. المهم التفل او الرواسي تفضل في الكنكه. تمام، نصفيه او نسيب الرواسي كده في الكنكه، ونيجي نحط عليه ايه. هنحط عليه لبان، استغفر الله العظيم يا رب. هنحط عليه لبن نيدو ونقلبه. لبن نيدو معلقه، ونقلبه كويس. بعد من كده هنحط ايه، معلقه نشا ممسوحه، معلقه نشا ممسوحه، وهنحطها عليه. يبقى كده بقوا 3 حاجات. البن في المكعب اللي هو السر، وهقول لكم هو ايه. عشان كده بقول لكم استنوا معايا، ما تقفلوش الفيديو، ما تروحوش في اي حته. انتظروا الماسك، وهتشوفوه، هتشوفوا حلاوته، هتشوفوا جماله. هنحطه، هنرفعه على نار هاديه جدا جدا، وهنشوف مع بعض هيبقى ازاي. زي ما احنا شايفين الماسك، احنا حطيناه على نار هاديه جدا جدا زي الشمعه، وبالتحريك والتقليب المستمر، ما تسيبوش عشان ما يتحرقش. زي ما احنا شايفين بقى لونه زي الشوكليت. زي ما احنا شايفين هو ده الماسك العجيب الخطير اللي هيعمل تفتيح عالي جدا جدا. بيعمل على سد المسام الواسعه، بيعمل على بيحمي الجلد من الاصابه بالحب الشباب اللي هو بيطلع. ممكن نستخدمه كتونر. الميه اللي هي بتاعه المكعبات اللي بقول لكم السر فيها، ممكن نستخدمه كتونر. ممكن نستعمله، يعني بيعمل في تأخير الشعر في الوجه. يعني الماسك ده بيعمل على تأخير الشعر في الوجه، وبيحتوي على حديد وفيتامينات، فيتامين ج، وبيشد البشرة وبيرطبها. فهنقول السر بقى اللي احنا بنتكلم فيه، وبقول لكم ما تروحوش في اي حتة، خليكم معايا، لانه ماسك قوي جدا جدا على التفتيح، على توحيد البشرة، على سد المسام الواسعة. اللي بيعانوا من المسام الواسعة، الماسك ده لهم برضو لتنقية البشرة وتصفيتها وتوحيدها وجمالها وشدها ونعومتها. لان طبعا التجاعيد المبكرة والخطوط التعبيرية والحاجات دي طبعا الكل بيعاني. فالماسك ده قوي ان هو يظبط كل الامور ده. وفي نفس الوقت المكعبات اللي بنتكلم عليها، انا رحت تاني اجيب المكعبات ده. واحنا اثناء ما بنسلق الترمس، اثناء ما بنسلق الترمس المر، بناخد الميه بتاعته مفيده للشعر وللبشره. يعني ما نرميش الميه اللي هي بتاعت سليق الترمس. خلاص، بنستعين بيها، نعبيها في اكياس ونحطها في الفريزر، يا اما نعملها مكعبات زي ما احنا شايفين، يا اما نسيبها سايله وهي لسه ميه، يعني ناخدها ونحطها في بخاخ ونستعمله كتونر
تونر للبشره الصبح وبالليل، مفيد جدا جدا، بيعمل على شد. طب بصي جربي لو عندك ميه ترمس غاليه، ترمس غالياه ولا سلقاه والميه بتاعته لسه عندك، جربي كده ورشيه على بشرتك وشوفي هيعمل عمليه شد بدون اي اضافات. هي يعني هي من البشره هتمتصه وهيعمل عمليه شد. فاحنا بنستفيد من الميه بتاعه سلق الترمس بان احنا بنفيد بشرتنا على سد المسام الواسعه، على الحفاظ ان ما يطلعش فيها حبوب، على ترطيب البشره، على فيتامين ج ان احنا بنمد البشره بيه. يعني شوفي الميه دي كنز للشعر، وهتكلم على فوائدها للشعر. احنا دلوقتي للبشره عملناه كماسك اهو زي ما احنا شايفين. بعد من كده هنجيب معلقه زيت جوز الهند، بس هو متماسك شويه، اللي انا كنت عاملاه معاكم فاكرين لما طلعته من البشره وعملت لكم جوز الهند اهوت، وهنحطها وهو سخن كده علشان يسيح. تمام. عندك انت زيت زيتون ضيفي، عندك معلقه زيت لوز حلو ضيفي، فانا عندي فيتامين ه هنضيف برده قيمه كبسوله. تمام، قيمه كبسوله. هنيجي تاني هنضيف معلقه جل صبار، هي اللي لسه موجوده، يعني قيمه معلقه اهيت في البوز بتاع الازازه عشان اخلصها اهيت. خلاص، معلقه جل صبار لغايه ما اشتري تاني، لان برده مفيد للبشره. وهنيجي ونقلب كل المكونات دي وهو دافي كده علشان الزيوت تسيح وتندمج في الوصفه. خلاص اهو زي ما احنا شايفين. طبعا ماسك بالقيامه والمكونات اللي محطوطه فيه بالتاكيد هتقومي وتجربيه، لان هيحافظ ان يحميك من حب الشباب، هيسد المسام الواسعه، هيعمل تنظيف للبشره، هيفتحها، هينعمها، هيرطبها، يعني كل الفيتامينات موجوده في الوصف ده. بصوا على جمال الوصفه. وهنيجي كده زيت جوز الهند عشان متماسك ساح، لانها كانت لسه دافيه، ساح في الوصفه زي ما احنا شايفين. وهنيجي نغسل بشرتنا بقى كويس ونحط المكون بتاعنا. خلاص، وندهنه ونسيبه قيمة ساعة ونشطفه بالمية. بصوا هيساعدكم ان البشرة تبقى نظيفة نقية زي بشرة البيبي، متوحدة، سد المسام الواسعة، بيعمل على يعني بيحمينا من ان احنا نتعرض لحب شباب، في حديد، طبعا غير ان هو الترمس مغذي ان هو بيعمل على التخسيس. شوفوا بقى الفوائد العديدة بتاعته. ممكن بقى الناس اللي مش متحسسة ممكن ناخد عصرة او نقطتين من الليمون. الناس اللي مش متحسسه، الناس اللي بتتحسس من الليمون بلاش. خلاص اهوت. وكده الماسك بتاعنا جاهز. عاوزه ما تضيفيش الليمون، ما تضيفيش الليمون. كده المكونات الموجوده ان احنا جبنا بن وغليناه بميه الترمس، بدل ما نعمل كوبايه بن كده لدماغنا، لا هنعمل كوبايه بن بس لبشرتنا. تمام. هناخد المكعب او قيمه معلقتين من الميه بتاعت ميه الترمس او سليق الترمس اللي احنا احتفظنا بيها، وهنعمل مع معلقه بن ونغليها قيمه 3 دقائق، وناخد بعد الغليان نصفيها بشاشه او بمنديل، نحجز الرواسب بتاعه البن، وناخد الميه ونعمل فيها اللي احنا حطيناه، معلقه نشا صغيره ومعلقه لبن نيدو، ونحطهم على النار هاديه جدا جدا. انا بعيد وازيد اهوت في الوصفه عشان اللي ما حضرش من الاول. ونحطها على نار هاديه جدا جدا، وبعدين ندهنها على بشرتنا لمده ساعه. ممكن تكرري الماسك ده مرتين في اليوم، ما تعمليش كميه كبيره، الكميه دي هتكفيكي او اسبوع. وبعد من كده اعملي جديد، لان انت كده محتفظه بالمكعبات في الثلاجه، طلعي واعملي. او سواء ان انت محتفظه بالميه برضك لشعرك في كيس من اكياس الحفظ، تطلعي وتعملي. فزي ما احنا شايفين هو ده. وهنعبيه في برطمان ونشوف. هنعبيه في البراطيم وبعدين ارجع لكم. شوفي انت بقى برطمان كبير وحطيه في الثلاجه، وقت ما تعوزي طلعيه وحطيه، وبيبقى ساقع كده ورطب، بيبقى جميل جدا اهو زي ما احنا شايفين. وفي اخر الوصفه بقول لكم جربوا، والله مش هتندموا ان انتوا عملتوها، مش هتندموا ان انتوا عملتوا الوصفه ديت، لان بجد بجد هتفرق معاكي كتير كتير. لان ميه الترمس المر ده مفيده للبشره، حديد، فيتامين ج، يعني مفيده مفيده مفيده. خلاص زي ما احنا شايفين. طبعا من 3 معالق ميه ترمس، شوفوا طلعوا لنا برطمانين، عشان كده بقول لك ما تكتريش واعملي طازه بطازه. دول هيكفوا اسبوع، ممكن تحطوهم في الثلاجه. وبعد من كده زي ما احنا شايفين بنحط الماسك لمده ساعه وبعدين نغسله. ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ يلا جربي، ما تندميش ان انت هتعملي الوصفه، بجد بجد هتفيدك. قومي وجربي، وانت في التعليق انت اللي بنفسك هتقولي لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.